اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. ضيفنا ومعلمنا هذه الحلقة بإذن الله فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا بكم جميعا. وبشيخنا سعيد، مرحبا أخي أحمد. ربي يبارك فيك. وعد الفقر، وأي وعد، انقلاب في النفس والحياة وخسران عظيم. أفاعيل الشيطان في الحياة الإنسانية كثيرة، خاصة ما تعلق بتخريب أواصر المحبة بين الإخوة وإفساد معنى الحياة الذي وجدنا لأجله. قال تعالى في محكم التنزيل في سورة البقرة الآية 268 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وعد الفقر موضوعنا هذه الحلقة. سعيد، مرحبا بك. مرحبا أخي أحمد. نتنبه في مثل هذه اللحظات، نتنبه لإن صح التعبير تلك المخادع التي ينشئها الشيطان في حياتنا. ربي سبحانه وتعالى يخبرنا في سورة البقرة أن الشيطان يعدنا الفقر، في المقابل يعدنا الله سبحانه وتعالى مغفرة منه وفضلا وبسعة علمه سبحانه وتعالى. كيف نفهم هذه المقابلة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أخي أحمد، لا بد في البداية أن نبين بأن الشيطان وصفه الله عز وجل بأنه عدو مبين. عدو مبين، لنمي ديكلاري عدو مبين. وهذه العداوة ترجمها الشيطان بمظاهر عدة. نعم. منها أنه أقسم على الله عز وجل بأن يغوي البشر، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى آخر الآية. إذن الشيطان لا يريد الإنسان الفوز والنجاح في الامتحان، لأنه لا شك أنه يعني في الامتحان كان من الخاسرين، ولكنه أراد أن يخسر الجميع، فأقسم بعزة الله عز وجل أن يبذل كل ما في وسعه من أجل غواية الإنسان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى آخر الآية. هذا مظهر. المظهر الثاني كما ورد كما قلت في سورة البقرة 268: الشيطان يعدكم الفقر. لو وقفنا عند هذا الجزء من الآية نفهم عدة معاني من هذه الآية. المعنى الأول أن الشيطان الرجيم يخوف العباد بالفقر، يخوفهم بالفقر، وإذا زرع في قلوبهم الخوف فخافوا من الفقر مباشرة سوف يؤدي ذلك إلى حصول فواحش. على سبيل المثال، الشيطان يعدكم الفقر، والفقر بين قوسين كما نعلم، والإمام علي قال لو تمثل الفقر رجلا لقتلته، وفي الحديث كاد الفقر أن يكون كفرا. صحيح. والكفر يقول للفقر حيث أينما ذهبت فخذني معك. لذلك إذا خوف الشيطان عباد الله من الفقر فهذا الخوف يثمر ويؤدي إلى نتائج كثيرة، منها وأد البنات. نبدأ بهذه. صح. الذين قاموا بوأد بناتهم في لذات أكبادهم، ألم يقل الله عز وجل: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. صحيح. وفي آية أخرى: من إملاق، من إملاق وبعدين خشية إملاق.
من إملاق معنى الذي كان أصلا فقيرا، يعني كان فقيرا، فالله عز وجل منع وحرم قتل البنات أو قتل الأولاد بسبب الفقر الذي هو فيه. صحيح. وخشية إملاق، والإملاق والفقر مع الذي يكون في سعة من الرزق ولكنه يخاف الفقر. صحيح. ليس كذلك؟ صحيح. ففي الحالتين معا القرآن يجرم هذا الفعل ويمنع هذا الفعل. إذا زرع هذا الخوف من الفقر في الإنسان هذا يؤدي إلى جملة نتائج سلبية. من هذه النتائج الوأد، قتل الأولاد ووأد البنات، ورب سبحانه يقول في هذا الأمر وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. صحيح. إذن القتل بجميع أشكاله هذه سلبية كبرى، لذلك الخوف المزروع في قلب الإنسان من قبل الشيطان. طيب الأمر الثاني الإجهاض، باش نربط بين الأمرين. صح. فإذا كان ما كانش الآن وأد بالشكل المعروف في الجاهلية، ولكن الآن كاين أيضا هذه الجريمة النكراء اللي هي جريمة الإجهاض، لافورتمون، السغلينتازيست، وكثير من الناس اللي يديروا هذا الإجهاض خوفا من الفقر. ليس كذلك؟ صحيح. يعني يكون عنده مثلا 3 أولاد أو 4 أولاد، يقول لك يا أخي أحمد أنا خلاص المرأة راهي حامل، وإذا يجي الخامس ولا السادس وما نقدرش وما نقابلش، والمصاريف والتكاليف وكذا إلى آخره. والإف2 والضيق المكان، وهي كما يقول لك في الجزائر الضيق في القلوب. فيلجأوا أو يلجأان بالتمال وباتفاق الزوج والزوجة إلى الإجهاض. كي تقولوا علاه الإجهاض حرام شرعا وممنوع قانونا وأخلاقيا أيضا من ناحية الأخلاقية، فيقول لك لا احنا التكاليف غالية وكذا إلى آخره. الإجهاض، وهذه بين قوسين الإجهاض اسمه منظمة الصحة العالمية في آخر تقرير اسمه المجزرة، مجزرة الطفولة، يعني اسمها مجزرة للملايين الذين ذهبوا ضحية الإجهاض. أليس كذلك؟ صح. المظهر الثالث أكل الربا. كاين اللي يخاف من الفقر ويأكل الربا، أي من الأسباب المؤدية إلى أكل الربا الخوف من الفقر. أليس كذلك؟ صحيح. والربا كما يعلم الجميع محرم جدا نقلا وعقلا وممنوعا عقلا. حرب الله الذي يرابي والذي يعني يلجأ إلى الربا كأنه أعلن حربا على الله وهو الخاسر في النهاية. ثم أن هذا الربا أيضا كل جريمة تؤدي إلى سلبيات أخرى. من هذه أن الربا يمتص مقدرات الناس ويمتص دماء الضعفاء ويؤدي إلى قطع العلاقات وتمزيق الأواصر وإلى آخره، ودمار الاقتصاد وحصول الأزمات، لأنه كثير من الأزمات الاقتصادية المالية سببها الربا. إذن هذا المظهر الثالث أو النتيجة الثالثة. والنتيجة الرابعة السرقة. كان اللي يخاف من الفقر ويسرق، والسرقة كما نقول كما نعلم هي جريمة حدية. والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما كما قال رب العزة في القرآن الكريم. السرقة وكذلك الرشوة. كان اللي يخاف أيضا على الفقر فيقبل الرشوة ويقبل الرشاوة بدعوى أنها خدمة، بأنها قهوة كما قلنا في أحد المرات، واحد يقول لك القهوة، واحد يقول لك إلى آخره. وكذلك من النتائج السلبية للخوف على الفقر أكل المال بالباطل عموما. رب سبحانه يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذه آية عامة تستغرق جميع أشكال وألوان أكل المال بالباطل. الخوف من الفقر. إذن هذه كلها من آثار الشيطان. والإمام البوصيري من روائعه في بردته يقول وخالف النفس والشيطان وعصيهما مع بعض، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، إلى آخر رائعته رائعة البردة. أستغفر الله من قول بلا عمل فقد نسبت به نسلا لذي عقم، إلى آخر. إذا كان بقى الوقت نقرأ على القصيدة. في المقابل الله رب سبحانه، شوف وعد الله عز وجل، إذا كان الشيطان يعدنا الفقر، رب سبحانه يعدنا بالمغفرة والفضل في زوج. سبحان الله. علاش وعد بالمغفرة قبل الفضل؟ لماذا؟
تحفيزا لأولئك العصاة لضحايا إبليس لضحايا الشيطان باش يسارعون في توبتهم. وربنا سبحانه وتعالى يزرع في قلوبهم الأمل الذي يدفعهم إلى المسارعة للتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا. ممكن واحد أن يتابعون الآن يقول لك كاع هذو كاع درتهم، كاع هذه الأمور الآثام هذه كم درتهم بسبب الشيطان وهو العدو المبين كما قلنا. ولكن رب سبحانه يحفز هؤلاء ويشجعهم ويزرع في قلوبهم الأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفضلا معناه يفتح لكم أبواب الفضل والرزق ويفتح الله عز وجل أبواب رحمته لأولئك الذين كانوا عصاة ثم عادوا إلى طريق الله السوي. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نسأل الله المغفرة والفضل من لدنه سبحانه وتعالى. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. قبل استقبال المكالمات الهاتفية دعونا نجيب عن بعض الأسئلة التي استبقت قبل شيخنا السعيد. سيدة أم حمزة تسأل تقول أقرضت سيدة مالا لمدة محددة، قربت المدة المحددة وأنا أعرف أن هذه السيدة لا تستطيع أن توفي بالتزامها، كما أنني أعرف أنها غير قادرة على تسديد الدين الذي عليها. لدي مال بلغ النصاب. تسأل السيدة أم حمزة هل يمكن أن أنوي الدين المترتب على هذه السيدة زكاة دون أن أحرجها بطلب باسترداد مالي ومن ثم تستفيد لأنها في أشد الحاجة لذلك المال؟ يا أخت أم حمزة إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت أقرضت هذه السيدة مالا لمدة محددة وصل الأجل. أولا أنت عندك أجر لأنه هذا القرض أيضا صاحبه مأجور. صحيح. ما يلزمش الإنسان يتصور غير كي يتصدق بالمال أو يتبرع بالمال، لا، يعني القرض يكون الإنسان في ضائقة مالية ويأتي أحد الناس ويخرج من هذه الأزمة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندك أجر كبير، ثم أنك تعلمين بأنها غير قادرة على تسديد هذا الدين، مش قادرة. طيب رب سبحانه يقول فناظرة إلى ميسرة أو في قراءة ميسرة. إذن الشرع واش يقول؟ أعطيت لها الدين وصل الأجل، هي لا يجوز لها أن تماطل في تسديد دينها، لا يجوز لها باش توخر تقول معليش هذه صاحبتي ولا هذه مؤمنة، هي لا يجوز لها. إذا كانت قادرة لا يجوز باش تماطل. طيب أما أنت وأنت تعلمين بأنها غير قادرة، الآية تقول لك أعطي لها الأجل الثاني والسلعة الأجل ما تحرصيهاش. طيب الأمر الثالث قلت أنا بلغ عندي النصاب، الله يبارك، فإذا بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول الواجب عليك أن تخرجي زكاة مالك. إذا كان عندك 60 مليون خرجي، وإذا عندك 50 مليون 150 ألف وحال على الحول هذا هو النصاب كما يعلم الجميع، تخرجي المقدار الزكاة. أما أنه هنا ذلك محل السؤال تروحي لها تقول لها هذاك المبلغ اللي عندك خلاص تنازلت عنه وانت تحسبيه مقدار زكاة، لا. إذا كانت سيلها مثلا أنت عندك 100 مليون باش نجيبوا يعني مثال لازم تخرجي 2,500,000 25,000 دينار. صحيح. إذا كانت تسيلها هذا المبلغ مثلا تقول لها لا بدل أنه تخرجي من مالك تقول لها هذيك المدينة اللي تسالي لها تنازلت لك عن ذلك المبلغ وما نحرجكش وكذا، وانت ديري في نيتك أنه هذاك المبلغ هو مقدار الزكاة الذي يجب إخراجه. الجواب لا تبرؤ ذمتك بذلك. كيف؟ الحل هو إيه؟ خرجي من حر مالك مقدار الزكاة والسلام. وهذاك المبلغ
روحي لها، حبيتي تنازلي لها، وعندك الأجر، أجر الزكاة راكي قدمتيها، وأجر أنك وفرتي عليها وما خرجتيهاش وما زيرتيهاش، عندك أجر. ولكن وقتاش تقدري، لو كان مثلا جاء الوقت تقدم لك هذاك المبلغ، تعطي لك هذاك المبلغ، معنى هذا المبلغ ممكن أن يدخل في حوزتك، وبعد تقول لها لا هذا المبلغ مسكتيه، تقول خلاص ترك رديه وديري نية ثم أنه مقدار الزكاة، فهذا جائز، أمر دقيق، يعني أحيانا بين، أليس كذلك؟ أما أنه خلاص المبلغ هذا بالك ما يجيش ما يرجعش أصلا، يعني بالك هي فيني مش قادرة، ستبقى هكذا غير قادرة، واش ديري لها؟ هي من مستحق الزكاة. أنت المال هذا ما جاش ليديك، ما زالوا في ذمتها الآن، ما وصلش ليديك. أما أنه ديري فقط هذه النية ابتداء، فالجواب هذا غير صحيح. إذا كان رجعت لك المال، تمسكي هذاك المال ورجعي لهذا المبلغ لها، حتى ما شرط تمسكي في يدي، المهم جابته، هي عبرت عن نيتها وعزيمتها باش تسدد ما عليها من دين، قلها معليش خليه عندك، درتي هذه النية معليش، هذا أمر صحيح، هذا صحيح. وأما إذا كان أصلا هي لم تعبر عن نيتها أو عن إرادتها في السدين، لا تزال عاجزة، لا يجوز لك أن تعتبري هذاك المبلغ ومقدار الزكاة الواجب إخراجه. بارك الله فيك، شكرا جزيلا شيخنا السعيد. شيخنا السعيد، الحلقة الماضية كان خونا مخلوف سأل عن الحديث المتعلق بماذا أعددت لها. نعم، نشكر مرة ثانية الأخ الكريم أخ مخلوف من فرنسا. والحديث يتحدث عن أمر مهم وهو أمر الساعة. طبعا أمر الساعة تحدث فيه الأمر رب سبحانه عز وجل في آيات كثيرة، وهو من الغيب، لا يعلم الساعة إلا الله عز وجل. ثم أن الأحاديث كثيرة، من حديث جبريل، حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل معروف، حديث طويل، حينما جاء جبريل طبعا لا يعرفه الحاضرون الصحابة، سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإحسان، قال تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم سأله عن الساعة، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول أعلم منها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جوابه واضح، لا السائل يعلم اللي هو جبريل، ولا المسؤول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعة، فعلم الساعة عند الله عز وجل، فهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أمر وارد في حديث عمر الخطاب، في حديث جبريل المشهور. ثم أن هذا الحديث أيضا ورد، يعني أو هذه النقطة بالذات ورد في أحاديث أخرى. معظم الكتب، كتب السنة، تقول جاء رجل، لذلك الأخ مخلوف له الحق أن يسأل، جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة يا رسول الله؟ ولكن وجدنا في كتاب البخاري في فضائل الصحابة ذكر هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه. هذا الرجل من هو؟ هو ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة اليماني، وأعيد المرة الثالثة، ذو الخويصرة اليماني. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، في رواية من روايات هذا الحديث سأله: متى الساعة يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وماذا أعددت لها؟ ثم هذا الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: ما أعددت لها كبير عمل، ما أعددت لها كبير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. كان صريحا واضحا، يعني ما درش أعمال كثيرة وكبيرة من طاعة وكذا، قال: ولكني أحب الله ورسوله. هذه رواية من الحديث. رواية أخرى قالوا: لا شيء، لا شيء، على طول قالوا لا شيء، لا شيء، وبعدين قال: إلا أني أحب الله ورسوله، والمعنى واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جوابه مفرحا، يزرع في قلب السائل الأمل، قالوا: أنت مع من أحببت. إذن وهذا هو مثل الحديث، وهذا هو راوي الحديث هو أنس، وكذلك موجود في كتاب البخاري فضائل الصحابة. أما الصحابي ذو الخويصرة اليماني. أحسن الله إليك شيخنا السعيد، شكرا. هذا بحث ومبحث حقيقة فتح أخونا مخلوف لما سأل على الصحابي المعني الذي حضر وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا السعيد، أخونا عبد العزيز عنده مسألة ميراث فيها نوع من التفصيل، تفضل في الإجابة يعني، وهذه من الأسئلة التي ولدت للشيخ سعيد قبل حضوره البرنامج. تفضل شيخ.
اولا فقط الساده المشاهدين حبيت الاخ احمد يعني باب التوضيح، بعضهم يقول لك ما نقدرش نحكم، ففي التليفون الهاتفي أكيد. قبل الحصه صح. يسالون. الاخ عبد العزيز يسال في مساله ميراثيه. أيوة. مساله ميراث، وارجو ان ياخذ القلم، لان كلما نذكر مساله ميراث نود التدقيق يا اخي احمد باش ما يكونش هناك مجال للخطا. وقال لك واحد من اقاربه هو عمه، قال لك مات وترك زوجة وترك ابنتين صلبيتين، زوج بنات، وترك بنت ابن، وترك وترك جدة. الجواب: بالنسبة للزوجة ترث الثمن، ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، ترث الثمن لوجود الفرع الوارث. والبنتين صلبيتين، البنتين الصلبيتين يعني عندهم الثلثان، 2/3، 2/3. وبنت الابن هنا لا ترث شيئا، لا ترث شيئا. لو كان هناك بنت واحدة ترث السدس تكمة للثلثين، وما دام نصيب الثلثان مستغرق، وهذا هو محل سؤال في الحقيقة، مستغرق من قبل البنتين، فبنت الابن هنا لا ترث شيئا. ثم ترك أما وجد، والأم هنا ترث السدس، السدس يعني 1/6. أما الجدة فالجدة تحجب حجب حرمان بالأم. وأنا فيه مسألة توضيح يا أخي أحمد. إذا كان الجدة هي ترث إذا كان وجد الأب، فالأب يحجب فقط الجدة الأبوية، يعني اللي هي أب، يعني أم الأب. أما الأم تحجب جميع الجدات مطلقا. هذه مسألة مهمة جدا. الجدة إذا كان هناك أم، لو كان يعني أب اللي كاين، نسأل هل هي جدة أبوية أم من جهة الأم. فإذا كانت من جهة الأم ما يحجبهاش، يحجب فقط أم الأب، طبقا للقاعدة نتاع الميراث في الحجب: كل من أدلى إلى المورث بواسطة يحجب بوجود تلك الواسطة. ولكن سبحان الله لحكمة أرضى الله عز وجل، إذا وجدت الأم في مسألة ميراثية تحجب جميع الجدات مطلقا، سواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم. سبحان الله. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. شكرا على ما تفضلت. هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية على بركة الله. إليكم سيدة أم حبيبة، سيدة أم هشام من فرنسا. سيدة أم هشام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ولا أم هشام من فرنسا. بغيت نسقسيكم واحد سؤالين ولا ثلاثة الله يخليكم. تفضلي. وواحد سؤال محيرني بزاف بزاف الله يخليك. المرأة مين تروح للجامع تقرا تحفظ تبغي تتعلم، راني نروح للجامع نتعلم، يكون عليها الحيض، اسكو لا قادرة تدخل الجامع ولا لا تقرا؟ باسكو تقصيت هنايا عندنا واحد ولا زوج، واحد قال لي الا راكي تحفظي تقدري تروحي تدخلي، معليش انا ندخلوا حنايا جماعة على جهة. على هذه بغيت الشيخ يفهمها لي بالتدقيق الله يخليك. واضح سيدة أم هشام. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني رانا نسألكم بصح أقول له يسمح لي، رانا نسألكم على زوجتي. أيوة. العدة ديجا راني سقسيتكم، بصح هي دروك حنايا عندنا 4 أولاد، هي عندها 4 أولاد، راجلها راه مات في الشهر اللي مات، بصح دروك هي زعما كيما نقولوا عندها 4 أولاد، تمشي عند ولدها الصغير، تمشي عند ولدها الكبير، تمشي عند ولدها عند بنتها، كل ترتبت عندها من الخوف. ايوه باسكو هي دروك عندها كيما نقولوا عندها راني نرتعد اسمح لنا على كل جهه، كيما نقولوا عندها كيفاش نقولوا فوبيا. السكر. ايوه ولا مريضه بالسكر وبالخوف تاعها، تمشي خطره عند ولدها، خطره عند بنتها الصغيره، تسمى الدور علينا. ايوه ما تقدرش تقعد في دارها وحدها. هذه الوالده الكريمه يجوز ولا لا؟ هذه الام سيده ام هشام. هذه عزوجتي. فوالا ايوه جيت هذه بغيت نسقسي عليها، باسكو النهار الاول كي سقسيت
وقلت لكم باللي عندها ولدها الصغير وغادي يجي عند ولدها الكبير وبالاخر بصح درك غدير كما نقولوا كل يوم تبات عند وحده، ما تبقاش تقعد في دارها وحدها. ايوه. وشحال بقى؟ خاطرها يضيق مرض الوسواس، تخمم بزاف. واضح سيده. وشحال باقي لها العده ان شاء الله؟ باقي لها واحد الشهر. شهر، ربي. فوالا. طيب والسؤال وثالثا بغيت نسقسيكم على واحد انسان كيفوت رمضان ويفوتها رقاد ماقري واحد خدام، ما هو الحكم؟ ايوه. وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك. صحيح. شكرا سيدة أم هشام، شكرا جزيلا. هلا سأل عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، الأخت حبيبة فرنسا أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت حبيبة خويا من فرنسا. مرحبا بك أخت حبيبة. يعيشك خويا رحمة والديك. الله ينور. خويا حبيت نسألك تعيش على الديكوفير اللي نديرو في فرنسا هنا في لي بانك. أيوة. ألو؟ أيوة. راك تسمع فيا أخي؟ نسمعك أخت حبيبة. أي؟ وين خويا نهضر لك على الديكوفير اللي نديرو في لي بانك هنا في فرنسا. أيوة. بس قالوا لي يديو عليه لي زانتيغي وانا ما على باليش ان فات كي يعود ما عندناش الدراهم في لا بنك. حنا عندنا الدوسي دايرين ديكوفير نجبدوا الدراهم من لا بنك شغل تلفنا نصرفوا يا لا فان دو موا كي تدخل لا باي تاع الزوج تاعي هما يديو لا باي كامله القسط. دي فوا درك راجلي كان مريض ما عندناش تسمى المصروف نديو فريمون بزاف. كيما المره هذه دينا فيغ لي 1200 اورو في لا بنك. أيوة. ما نجبد بلا كارت ونصرفو ودرك كي تدخل لا باي الشهر تاع المغرفه تاع لا لوكاسيو يديوهم يزيد انكور نديرو ديكوفير ما عندناش مدخول واحد اخر. أيوة واضح إن شاء الله. وبني بس انا ما نعرفش بني الكبير راح سقسها في لا بنك قالوا له باللي يديو 4% على 100 اورو باغ اكزومبل. أيوة. طيب. الو. واضح سيدة حبيبة. أيوة. ودرك هنايا حيران صافي دي موا بالك واحد 6 موا ولا انا وين ندير الديكوفير نتاع عايشين هكا باسكو ما نقدروش شاك فوا كي يديو هما لا باي ما نوليو على زيرو ما عندناش من نصرفوا اوبليجي ندير الديكوفير باش نبقاو نصرفوا الشهر كامل. كي تدخل لا باي يزيد تديها لا بنك وهكاك عايشين ان فات. درك لازمني نلقى النوت باي شهريه وحده خلاف باش نحطها في لا بنك باش كي تعود تجي شهريه تاعي يولي لي زيرو. واضح. انا ما عنديش من نجيب المدخول هذا تكون نسلف من عند الناس ونحط الدراهم ومن بعد تولي لي ديكوفير ما كانش ولا سكو حرام وكيف عايشين هكا ناكلوا هكا حرام. درك انا بقيت نخمم باسكو عايشين في الحرام في الربا صونتات وانا ما كنت ما على بالي ماشي ربا هذا وما نعرفش. ربي يقويك سيدة حبيبي. فهمني والله حيرانه في العيشه هذه. لا خير إن شاء الله سيدة حبيبي، ربي يقويكم إن شاء الله. ايوه لا اخي باسكو ما عنديش مدخول خلاف فات عندها لا لوكاسيون ماما غي عنده لاسيرونس ما تسلكوش مليح دونك ما يجي يدخل الشهر اوبليجي نديرو الديكوفير باش نصرفوا بلا كارت نجبدو نصرفوا نورمال بصح كي تدخل الشهريه يديوها مي فات يديو 4% على 100 اورو. دونك انا في 1200 اورو في الشهر هذا فنحسب قداه يديو لي واحد 40 اورو هذه يديوها زياده. درك ندير ربا وسكو عايشه في الحرام وسما عايشه في حيره. واضح سيدة حبيبة. إن شاء الله يجاوبك شيخنا. جزاكم الله خير علينا يعني جزاكم الله خير كبير جدا إن شاء الله. الله يبارك فيك سيدة حبيبة، الله يوفقكم إن شاء الله ويقويكم. إلى أين؟ بارك الله فيك يا صديقي. تيزي وزو الأخت جميلة. أهلا مساء الخير عليكم. مساء النور مرحبا. الله يسلمك. تفضلي أخت جميلة. بغيت كنت تقصير نو تلا تهضر من لي زانتيغي. أيوة. هاد تقصير الشيخ سعيد. بغيت ندير ناس صغير اللي كيدير لي بانك شحال دابري صافاكش من لي زانتيغي اسكو زعما دابا صدقه مثلا صدقه وين نلقى من توجور لي لا بانك اسكو سا مشطح كامل ونفكر. واضح. فاهمه؟ نفهم ولا ما نفهم؟ فاهمه. صحيح نفهم. يعطيكم الصحه. الله يسلمك سيدة جميلة، شكرا جزيلا. على كل شيء شيخنا السعيد بالنسبة للأسئلة باللغة الأمازيغية وجهت لي ملاحظة هذا الأسبوع، الرجاء الإجابة أيضا شطر الإجابة يكون بالعربية والأمازيغية، لأن البعض قالوا سمعت صديقي أم سفيان بجاه، فالبعض الحقيقة قال لي على أحيانا تكون الإجابة على السؤال مهمة ولكن ليس بالأمازيغية فقط، يرجى باللغتين حتى تعم الفائدة، فأرجو لما تجيب سيدة جميلة يكون باللغتين. أم سفيان
الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، تفضلي. اهلا وسهلا. معليش ممكن نسقسي زوج اسئله؟ ايه تفضلي، مرحبا بك. فوالا حبيت برك نسقسي قنينه ما غنشبه بعض قبيلات باستيش كيتبا لا غشيخ يتروحوا دغورينيا كتزاليت ومن بعد زميغات جا كنيسه كان زموا ومن بعد زميغات ايفيتي راك تكمل راك تصوت عليك واسكر يجوز في بيها تكملها وما تحطها العوده. هذا الصلب ان شاء الله. دوزيام سقسي يعني شيخ ماشي يعني لا تكفي غير في الزعوض يورقزي وان شاء الله بهدايه. امين. عاجلا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يهضر ربي ان شاء صحيح الله. يعطيكم الصحه. بارك الله فيك. ربي يهدينا جميعا سيدة أم سفيان. إلى أين؟ إلى مكان يونس. معلش بارك الله فيك. طيب خلينا نجاوب على كل الأسئلة ثم نعود إلى المناقشة. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. نبدأ من فرنسا. سيدة أم هشام شيخنا السعيد، المرأة تذهب إلى المسجد قاصدة التعلم وهي في حال عادتها وهي تريد أن تحفظ فتقول ما حكمها؟ لأن البعض قال لها يجوز لك دخول المسجد والبعض يبدو أنه تحدث لها عن حرج في هذا الموضوع. نعم. الأخت أم هشام يرفع الحرج بالنية المقصودة. مادام أنت ذاهبة إلى التعلم أو المرأة التي تذهب للتعليم، افترضوا مثلا المرأة تعلم أحكام التلاوة في المسجد، تعلم للنساء في المسجد. طيب وأخريات أيضا يأتين للتعلم. صحيح. للتعلم لحفظ القرآن وتعلم الأحكام إلى آخره. لو كان نأخذ بالرأي الذي يقول بعدم الجواز على الإطلاق لا يمكن للمرأة أن تحقق هذا الغرض إطلاقا. يا إما المعلمة يكون عندها العذر الشرعي اللي هو الحيض فتبقى في بيتها، وذوك المتعلمات يجيوا وما يلقوش المعلمة 15 يوم ما يقراوش. بارك الله فيك. وإما وقت آخر البعض يجي والبعض عندهم عذر أيضا ما يجيوش. النهار اللي المعلمة تكون طاهرة تجي تعلم هذوك المتعلمات يكونوا بالحيض ما يجيوش، إذا متى يتحقق هذا المقصود؟ يا أخت أم هشام، إذا كان المرأة تذهب إلى المسجد من أجل التعلم أو التعليم إما باش تقرأ ولا باش تقري يرفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها، ولكن حتى باش تحكم القرآن الكريم وبلا حائل إذا كان لغرض التعلم والتعليم ليس في ذلك حرج. هذا هو. لذلك يا الأخت أم هشام لازم نديروا في بالنا، وقد ذكرنا في اللقاء السابق أعتقد أخي أحمد كيتكلم على المسائل الخلافية. صحيح. وفي كل مرة تعطي لي فرصة باش نعطي هكذا إشارات خفيفة يعني. فيه واحد القاعدة تخرجنا من هذا الحرج: لا إنكار في مسائل الخلاف. أيوة. لا إنكار في مسائل الخلاف. معناتها إذا كان مسألة خلافية فيها رحمة، مادام فيها خلاف فقهي معتبر، واللي بغى يرجع لكتاب ابن تيمية رحمه الله، كتاب رائع وهو كتيب ماهوش كبير يعني، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أولا يذكروا أسباب اختلاف الفقهاء، ويذكر يعني هذه المسألة لو كان عندنا وقت نفصلوا فيها. يعني يجوز أن نجيب الرأي الذي يقول بالجواز ما هي أدلته، ونجيب الرأي الذي يقول بعدم الجواز وهي أدلته، وفي الآخر يأتي الترجيح. لذلك يا الأخت أم هشام، ما دام للعلم اللي قال فيها ربي سبحانه عز وجل وقل ربي زدني علما، والمرأة ارتيادها للمساجد باش تتعلم، هذه مظهر صحة في الحقيقة. شحال من العجايز اللي مسكينة حياتها كامل طلقت الزيتون وتخدم الفلاحة وكذا، النهار اللي راحت المسجد تقرأ محو الأمية ولا تقرأ القرآن، وكاين منهم اللي حافظ 10-20 حزب بالأحكام وهكذا، وكاين منهم اللي ما وصلوش إلى سن اليأس مثلا، ولكن ما عندهمش فرصة باش يحفظوا القرآن ولا يقرأوا أحكام التلاوة يعني ذهابهن المستمر إلى المساجد وبحضورهن لحلقات العلم في المساجد. استفدنا كثيرا وتعلمنا. إذن فالحرج مرفوع يا أختي أم هشام لهذا الغرض. بارك الله فيك. شكرا جزيلا شيخنا. رجاء أبو يوسف فقط ثم نعود للإجابة عن الأسئلة رجاء. أبو يوسف.
السلام عليكم. وعليكم السلام سي أبو يوسف، مرحبا. مرحبا صحيتوا ربي يعينكم. الله يبارك فيك سي أبو يوسف، مرحبا. كنت الشيخ بويزري باك. أيوه تفضل. اسمحوا لي باك نهضر بالقبيلية. تفضل سي أبو يوسف. الشيخ. نعم. في العاشور نزيد. ثم نقول ثم الفلاغ والسنايد ثم الشيخ قلبوس سنايد بالله ما تكون صار ندوز بالليل يرجعوا اليوم باش يستفوا العاشور. ومن بعد نكون لنا كما في القبائل ثم تاع شهر الزيت. ومن بعد شحال ثم دائما كيجي الشيخ كاين دائما نحسب هذه 30 10 هذه 3. ما لكن ونادى ثم بالنيابه ساوني تك العاشور. ثم كيبان يصير ثم الزرغيه ترى ثم ثم ربع العشور ثم ديالي 3 شحال كاين يا كاين الدنيا كاين كيجي جيجا هاد الصوت ثري ثاقم هاد الصوت هذا لغه انا الشيخ. السؤال الثاني ايوه في الجنازه الماكله اللي تنقينا كنا بخام الجنازه قامت باللي لو قامت الجزيره خاطر الحادثين الرسول صلى الله عليه وسلم ينجموا سيدنا جعفر الناس يسمعوا لآل جعفر الطعام نعم فجاء ما يشغلهم ثم تليغوا السنه يون الشيخ يكتب العبيس عن الضيوف وسنه سيد عيد ولاش بغي دارت شم يا هل ترى جمله كنت تستوى السجهيه والحكم اتصيثري هذا ما كنت تقتل انا والثلاثه نعم مثلا الامام مثلا الظل في الجماعه ثم بلا موضوع وجوالات الاخبار اللي فوق اللي مثلا يعدى الوقت اللي مكتوب يا هل ترى ولا كيف الظل ما كنتش تدعو لنا تظل لي خطير اتصدق هكا ربي يعينكم. يعطيك الصحة أبو يوسف، شكرا أبو يوسف من بجاية. نعود السيدة أم هشام في سؤالها الثاني، تسأل على عدة عجوزتها التي يبدو أنها نتيجة أنها تعيش وسواس، تنتقل بين أبنائها، تبات الليلة هنا وهناك، فهل في ذلك حرج؟ نعم. الأخت أم هشام بالنسبة لأحكام العدة أشرنا إليها في اللقاء السابق، لا بحث أن نعيد يعني خلاصة ذلك. قلنا أن العدة ليست سجن للمرأة، من أحكام العدة 4 شهور و10 أيام، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 كما قال القرآن الكريم. ليس سجن للمرأة، لا يجوز لها أن تتزين للرجال طبعا بالنسبة للصغيرات الأرامل، ولا يجوز لهن أن يخطبن بالتصريح ولكن يجوز بالتلميح، ولا يجوز الزواج إلى آخره. ثم لا يعني تلبس لباسها العادي وتدخل المغرب تقضي حاجاتها في خارج البيت، تروح تزور مريض، إذا كان عندها هي مريضة تروح للطبيب، إذا كان عندها حاجة تقضيها من الدكان تخرج لقضاء حاجاتها التي تحتاج إليها، ليس في ذلك أدنى حرج، ولكن تدخل يعني في المساء إلى بيت الزوجية ونخلها زوجها. أما أنها عندها هذا الفوبيا، هذا الخوف وهذا الوسواس إلى آخره، كاين حلول. من هذه الحلول إما كاين من ولادها اللي يجي يوانسها، هذا حل، يجي يوانسها مادام الله يبارك كاين 4 أولاد، كل مرة يجي مرة صغير مرة الوسطاني مرة الكبير، ولا يجي ويوانسوها، يباتوا مع إماهم ويوانسوها وكذا، يروح لهذا الخوف وهذا الوسواس. طيب إذا كان في حالة وين ما قدروش يجيوا لعذر ما، هي يجوز لها باش تروح تبات عند الصغير ولا عند الكبير وما عندها حتى حرج. العدة يا إخوان يا أخواتي ليست سجنا للمرأة، تعيش حتى هي الحادية، عندها الحداد كما راه مبين في الشريعة الإسلامية 4 شهور و10 أيام والسلام. الأولى أن تبيت في بيتها صحيح، ولكن إذا كان في ضرورات معينة فللضرورة أحكام. للضرورة أحكام. شكرا جزيلا شيخ سعيد. طيب كبر على السيدة أم هشام أن ترى صائما غير قائم، يعني صائما نائما، فقالت كيف ما حكم صومه؟ هل صومه مقبول إلى غير ذلك؟ احنا نقولوا يا الأخت أم هشام علينا بالظاهر، يعني مادام دار النية نتاع الصيام وصام وبعدين رقد طول النهار، حنقولوا صيامه صحيح. ماناش نقولوا درجة القبول عند ربي، أكيد مش كيما هذا اللي رقد طول النهار واللي كان يخدم شغله ويتحرك لأن الصيام من مقاصده أنه يعيش هذاك الجوع، هذاك العطش وهذاك العياء، بهذاك اللي يكون عنده الأجر فضلا
عن نية الصيام طبعا، كتب عليكم الصيام كما قال القرآن، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل من التقوى واحد يضربها برقدة طول النهار؟ أذكر مرة أحد الشباب قال لك رقد طول النهار، طول النهار يعني ما صمت ولا شيء، قال لك نضت العشية خلاص غسلت وجهي سمعت أذان المغرب. يعني قال نعود هذا النهار، وأذكر يومها قلت له هذا النهار نتاعك انكلاسابل، يعني لا ندري أين نديروه. نقول أنت ماكش صايم راك صايم، صحيح. نقول أنت راك صايم يعني أجر كامل، لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأنه كنت راقد. لذلك الإنسان بارك الله فيك أم هشام أنه لازم يحترم هذه الشعيرة، يجب أن تحترم، أن تحترم من تعظيم، من مظاهر تعظيمنا لشعيرة رمضان أن نكون في النهار صائمين، يعني نمشي ونتحركوا إلى آخره. والإنسان كي يعيا وقت الظاهرة ولا كذا يدي قيلولة ويرتاح، ليس في ذلك حرج. وربما إذا كان الإنسان من الأسباب السهر يرقد حتى 9 على 10 على 11 يعني مقبولة إلى حد كبير. ولكن أما أنه طول دائما وأبدا وكل يوم في الليل يسهر وفي النهار يرقد، يعني نقول صيامه صحيح ولكن أجره عند الله عز وجل لا شك أن الأجر يكون ناقصا، والله يعني أعلم بذلك. بارك الله فيك شيخنا سعيد. شيخنا سعيد، ربما مع أختنا حبيبة من فرنسا كنت أردد ربي يقويكم، لأنه خوتنا في المهجر الحقيقة يعملون على أن يأخذوا الأمور الحلال ويكون معيشتهم حلال في محيط وظروف صعبة بكل المقاييس، خاصة ما يتعلق بالأمور المادية، يعني في غياب تويزا نعم. طيب هي سألت عن الفوائد، يعني هي آخر الشهر في الرصيد 0، اضطرت إلى هذه القروض الاستهلاكية. تقول اكتشفت أن بعد 6 أشهر من الاستفادة من هذه القروض أنه يأخذوا 4% على كل 100 أورو. تسأل هل نحن نأكل الحرام وماذا أفعل؟ وثني على ما قال أخي الفاضل أخي أحمد على أنه فعلا إخواننا وأخواتنا في المهجر يعيشوا يعني ظروف صعبة جدا، وفي الوقت نفسه نحييهم، نقول بارك الله فيكم على حرصكم وعلى يعني على التزام أحكام الشريعة وعلى ورعكم وعفتكم، نقول أعطيكم الصحة للجميع. واللي راهم يعني خلط برك، يعني يقول كارني في أوروبا لا يهمني يأكل اللحم الحرام ولا يتعامل مع البنوك بدون بلا سدود ولا حدود، ونقول هؤلاء اتقوا الله عز وجل. إذن الأخت حبيبة نقول لك بعض القواعد إن شاء الله تفيدك في هذا الموضوع تخرج من هذه الحيرة. أولا نؤكد أن التعامل بالربا حرام، هذا كمبدأ نذكر به أنفسنا باستمرار، لأن الربا ربي قال وأحل الله البيع وحرم الربا، والأحاديث النبوية الشريفة توضح أشكون اللي تلحقهم اللعنة كامل من اللي يتعاملوا بالربا لمساوئه ومفاسده التي لا نحصيها عددا على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على جميع المستويات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشرع واش يقول؟ اللي يكون في حاجة المفروض يتحرك المجتمع كما قال أخوي أحمد الآن، يعني ما فائدة العائلة، ما فائدة القرية، ما فائدة المجتمع، كيقول المجتمع إسلامي. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يزول الجبل يوصيني بالجار حتى ظننت أن يورثه، معنى الجار يشوف الجار، على بالك أول ما نحاسب عليه يوم القيامة كما ورد في الصحاح. يعني كي نجمعوا كاع هذاك نديروا خلاصة الأحاديث نحاسبوا عن الصلاة ثم عن الزكاة وعن الصيام وإلى أن يقول ثم سيطر إلى أن يصل إلى الجار، حفظ الجار. يعني ترى حافظنا جارنا، هل حافظنا على علاقتنا على صداقتنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني وربي قال في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كي نشوفوا إنسان حاصل لابي نتاعو الراتب نتاعو ما يكفيش، المفروض اللي عنده يساعده ويقرضه وله أجر. صحيح. يقرضه، معنى المقرض عنده أجر كبير عند ربي سبحانه عز وجل، على باش خوه المسلم لا يضطر إلى التعامل بالربا، ما يجيبش قروض استهلاكية من بنوك غربية، مؤسسة مالية أصلا لا تعطي قيمة لهذه القواعد الشرعية، هما عادي. وطبعا الربا هذا عارفين يعني كيفاش يمشي في أوروبا. إذن ولكن هذه عائلة مسلمة. صحيح. نقول يا أختي الفاضلة، إذا كنتوا ما شفتوا في العائلة وشفتوا في الأصدقاء في الناس المؤمنين وما كانش اللي يساعدكم، ضاقت عليكم السبل،
يعني أوصيكم بالصبر يقينا، أوصيكم بالاحتساب، كل هذه المعاني راهي موجودة في نيتي وفي قلبي وأدلي بها الآن. ولكن إذا كان وصلت إلى يعني مرحلة الحرج، ما عندكمش الرصيد صفر وما كانش حل آخر، وأكد ما كانش حل آخر حلال دعما قرضا حسنا إلى آخره، ما كانش هذه السبل الحلال، يجوز لك يا الأخت حبيبة من فرنسا، يجوز لك ولزوجك والأسرة باش تجيبوا هذه القروض من البنك بدافع الضرورة. طيب ممكن أن أحد الناس يسمعون يقول يا عجب يا أخي ربي قال حرام. نقول الذي قال الربا حرام هو اللي قال في القرآن الكريم في سورة المائدة، نرجع لها في الآية الثانية، ويقول ربي سبحانه عز وجل فمن اضطر في مخمصة، المخمصة شدة الجوع، والجوع هضرنا اليوم في مقدمة اللقاء عن الفاقة والفقر وكذا، في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. في آية البقرة في الآية 173 ربي يقول فمن اضطر في مخمصة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن آية المائدة تقول فإن الله غفور رحيم، آية البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما معنى ولا عاد؟ أي لا يتجاوز حدود الضرورة. رب يقول فإن الله أو فلا إثم عليه، إذن الإثم مرفوع. إذن الله الذي منع هو الذي أباح للضرورات. والقواعد الفقهية قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. قاعدة أخرى تقول الضرورة تقدر بقدرها، معناه فقط ما تحتاجون إليه، ما يلزمش الإنسان يتجاوز حدود الضرورة. هذه القاعدة تترجم معنى الآية القرآنية في سورة البقرة. ثم في قاعدة أخرى أيضا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، مش فقط الضرورة، الحاجة. يكون الإنسان محتاج للدواء للغذاء، مقومات الحياة من ماء ربما من غذاء وإيواء وكساء ودواء وإلى آخره. كل هذه الاحتياج. وفي الغربة ما نسويش هذا الشيء. وما أدراك نعم نساش هذا الشيء. يعني هذه الأمور سمحوا لي في المجتمع وين يكون مجتمع إسلامي عموما هذا الشيء لها كاين محسنين، كاين الناس يتصدقوا يتبرعوا، كاين زكوات، كاين الحمد لله. ولكن في الغربة الله غالب، يعني حتى الفكر المادي هذاك هيمنة على العقول والقلوب. يقول واحد باش يمد أورو واحد يدير فيه 1000 حساب، يدير له قرض، يدير بالك يقبل الأورو يقرضوا، يدخلوا القهوة في زوج. طبعا ماشي كامل، يعني لا أعمم الحكم، ولكن يعني مش كما أنا يدخلوا. أذكر مرة أحد الناس دخل الإسلام يعني بين قوسين. السبب الأول اللي خلاه يفكر في الإسلام هو دخل القهوة شاف واحد، دخل معه واحد وقال لك اللي يدخل يقول له روح تشرب وخلص واحد، وشاف المظهر كل واحد يقول والله غير نخلص. واحد يسأل قال انتم إخوة واحد، يعني إخوة شقة؟ قالوا لا احنا هكذا عادي زيدي فخاف. وبعدين عرضوه للعرس، دغا في العرس شاف دعوة، يعني في العرس شاف كاع الأمة الإسلامية ثم يا خوا الله يبارك. فبدأ يقرأ الإسلام، ثم دخل الإسلام واعتنق الإسلام منذ شهرين تماما. يعتنق الإسلام سلوك واحد خلاه يفكر في الإسلام وقرأه، قرأ عنه ثم اقتنع ودخل الإسلام من أوسع الأبواب. إذن تكافل الاجتماعي والتضامن كل هذه المعاني إذا تحققت يرفع الحرج. بارك الله فيك أخنا السعيد. أخنا السعيد سمح لي ربما ضغط الوقت وسرعته، أخت جميلة، سيدة أم سفيان، أبو يوسف، الإجابات سريعة يعني على الأقل دقيقتين حسب ما هو متاح لكل سؤال حتى نجاوب. تفضل جميلة تيزيوزو. جميلة تيزيوزو ثم زوروث الفوائد البنكية، يعني لي زانتيري بانكير كاين فويلا ناد ثورة ودنايوذ في كذا قيد الحرام وين ما تجد مثلا سعيد 50 مليون ديال البنكة وقيد راس المالين من بعد سميث ذليض ثوالض ثواخذ البنكة تفيض 30 مليون زيادة في كذا ذي الفوائد ورجوز نتارا إما سفغد في كذا 30 مليون أنت تفكضي قليل أني وجيل نتوجال وكذا نا ميلا وفضل تتسفض سفغد كثير من موياض أذو غالنا ما كانوا قاثنين حلال في اللام
خاطر السفطن يعني سيدري من وياض ذا كان باش تشري ميني اما الكتريسيتي اما ذي الغاز اما غير القوت اما انشتاقي ورجوزا ارى ما ذي ذري منين مشيت ندير البنك عادي الفوائد البنكيه شيخنا معليش نجاوب بالامازيغيه ثم نعود عليهم بالواحد هكذا فكره حتى سيده ام سفيان بجاه يا ام سفيان سيف قايث هذا ميني ولتماك ميني تقرض ميم ما تزلط ميم يسع 15 باكورن يتصدر رورم رفديت ولا مثلا طفله بعروري في ثيم يجوز لكن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يمسن عليه يمسن فاطمه الزهراء ومس علي رضي الله عنه اي غار خاطر مش 15 شهر كميني وريزم تظليثيم وتعاود الظليثيم والسبعه والثكاث ذي الحقيس هذه يسر غورم كما تظليثيم تيقبل ربي ان شاء الله ماذا سقسي واحد الدعاء ورقازيم ان شاء الله شهر ديما كامين هذه يهضر ربي ورقازيم ان شاء الله سيفك ربي الهدايه وذي زيد يا ربي ان شاء الله وليس اللاغيس وسي زور ربي ان شاء الله حمل الدين حمل الهدايه الكوليس وتحفظ ربي وكما يحفظ ربي يحفظ الدريان وان شاء الله من كل سوء وكنفك ربي ثلاثه السر ابو يوسف كاين شويه تفصيل في سؤاله الاول نعم. الزكاه نعم العشوره مثلا ابو يوسف 6 قنطارا ما الا 6 قنطارا ذو النفس نلحب يعني ذا زمور ذينا صوت ذو النصاب اتسفغض اين ديفغن الزيت اين ديفغن اما سفغن 100 اما 70 اما خاطر الزيض يجمع بخالف سكواس روايض هاث ان شاء الله هذه الدرس وايض الحصه هذه درنا كان تفاصيل ديال الموضوع كي اين ديفغن اتسفغض من كل 10 تسفغض يثنى ريتلا من كل 10 ريتلات اتسفغض يوثنى ريتلا اين يعني الجنازه يثمث ترى كيخدم خارج مثلا نسيو زكا غاد الزلونه يكسوم وكذا في نورث الهرم والجزاره ولكن نتاوها ربي ذي السنه عليه الصلاه والسلام ذي الجيران غادي يهكين امخيلين غادي يهكين الماكله القوت يوقد يوسن سخا من الجنازه ولكن ما الا ولاش الجيران دهكان راه اما ولا الجنازه ما هكان دهكين الحد الادنى وخدمنا راه الفنون كي مقارنه الحد الادنى هذا غروم ذي فلفل اين الا كان خدمني ضي خاطر نلقاوني في عذن ذاك وقاعد يتشان يجوز يسوغور ميلة الإمام ثنض الظلم بالوضوء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه ثم ما إلى مازال الوقت مازال فيه الغشي هذا يعوذ ولكن ما إلى الميفات الوقت نتساغ يعوذ ولكن مأمومين خاطئ إنما جعل الإمام ليؤتم به نثني وتعوذ نرى نتساغ يعوذ واحد بارك الله تفضل شيخنا أعد على الأسئلة في هذا الدقيق إذن الأخت جميلة أجبناها لا ما جاوبناهاش الجواب بالعربية الآن بالنسبة للفوائد البنكية هذا الهم الذي يعني أحرج الكثير اللي عنده رأس ماله في البنكة عنده مثلا 50 مليون رأس ماله النهار اللي يلقى الفوائد يلقى مثلا 3 ملايين سنتيم زيادة هذا المبلغ يعتبر فائدة ربوية لا يجوز أكل يعني لا يجوز إنفاقها لا صرفها لا على الأولاد ولا على الأصول ولا على إطلاقا لا في الكهرباء ولا في الغاز ولا في الدواء ولا في الإيواء ولا في الكساء ولا شيء ولكن الواجب أنه تأخذ هذاك المبلغ الزائد اللي هو الفوائد الربوي 3 ملايين سنتيم وتعطيها للفقراء للمساكين الأرامين أو لجمعية خيرية أو لأي تتخلص يجب أن تتخلص من هذه الفوائد الربوية وما تديهاش الجوامع بعض الناس يقول لك نديها للجامعة لا ما تديهاش للجامعة هذا ما كان بالنسبة سيدة أم سفيان طبعا هي تصلي ويأتيها صغيرها اللي عنده 15 شهر ويلعب معاها وممكن يطلع فوق ظهرها وكذا ديري كما دار النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يجي الحسن والحسين ويركبوا فوق ظهره وكتافه وكذا عادي بالعكس يعني أحيانا يطيل السجود هكذا باش يخلوهم يرتاحوا أكثر هذا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقول هل أكمل صلاتي أم أقطعها لا تقطعي صلاتك ما تقطعيش صلاتك وكملي صلاتك عادي وإذا كان شفتي راح يطيح ممكن ترفديه تديري الحركات المناسبة يعني ترفديه وتحطيه قدامك وهكذا عادي ما يلزم الحركات ديريها أكملي صلاتك وما تقطعيهاش ودعاء زوجها صلى الله عز وجل له الهداية ولنا جميعا أبو يوسف بالنسبة للزكاة زكاة الزيت إذا كان عندنا وقت إن شاء الله الأسبوع القادم يا أخي نزيد نفصل فيها لا بأس العبرة يا أخي أحمد ويا أخي أبو يوسف هذا صاحب بحنيفة يعني اسم ما شاء الله فنقول كي بلغ النصاب 6 قناطر ونص ايوه وتلقى في بعض الكتب يقول لك
ويعني زايد 2 كيلو زيادة على نص يعني. الجواب المهم هذا هو الحد المتفق عليه. إذا كان عندك 6 قناطر ونص فإن النصاب قد تحقق. وبعدين الشيء اللي يخرجوا هذا المقدار من الزيتون، الشيء اللي يخرجوا زيتا كل 10 تخرج ريتلا. هذا مكان. يعني علاش قلت هكذا؟ لأنه الفلاحين يعرفوا هذا الكلام. كل مرة كيفاش القنطرة شحال يخرج، شحال أولا من مكان إلى مكان، هذا يختلف. الزيتون نتاع الجبل والزيتون نتاع السهول والزيتون اللي يكون في البداية والزيتون اللي يكون في النهاية، وكذلك من منطقة إلى منطقة. المهم العبرة عندك 6 قناطر ونص مع تحقق النصاب، كل 10 ريتلات تخرج ريتلا. شيخنا بارك الله فيك. والإمام هذا قال لك يعني يصلي بالجماعة بدون طبعا إذا كان فات الوقت خلاص يعني ما هو يعودها، ولكن المأمومين خلاص خرجوا من الجامع وفات الوقت ما يعودوهاش. أحسن الله إليك شيخنا السعيد، بارك الله فيك على ما تفضلت به خلال هذه الجلسة. عفوا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على وفائكم. أشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري على ما تفضل به هذا العدد. أنقل لكم تحيات الفريق التقني العامل. ابقوا على الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. غدا بحول الله يلقاكم الأستاذ محمد صالح واشم. السلام عليكم ورحمة الله.